بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم أبو عمر المصري، مؤسس بروتوكول لعلاج الدماغ الذاتي لأطفال التوحد. طبعا دلوقتي بسم الله ما شاء الله احنا عندنا الجروب بتاعنا وصل حوالي 14,000 متابع أو 14,000 عضو، والصفحة بتاعتنا برضو ما شاء الله عليها 15,000 معجب، يعني حوالي 30,000 شخص بيتابعونا على الصفحة وعلى الجروب. فأنا فكرت إن أنا النهاردة أتكلم بصوتي علشان الموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه يوصل كويس وناس كتير تفهمه يعني. طبعا احنا اتفقنا قبل كده وقلنا إن أطفال التوحد عندهم مشكلة رئيسية، إن هم مش عارفين إن المشكلة فيهم. هم دايما حاسين إن المشكلة مش عندهم هم، المشكلة في الأشخاص حوالين منهم. يعني هم متخيلين إن الناس حوالين منهم هم اللي عندهم مشكلة ومش قادرين يتواصلوا معاهم. فدايما هو شايف المشكلة عندك، مش فيه هو ما عندوش مشكلة. هو يعني فاهم ده، وبالتالي علشان مش قادر يتواصل مع اللي حوالين منه، فبيعتبر ان هو كده بيهجرهم يعني، فبياخد جنب، ودي اسهل حاجة ممكن يعملها. وطبعا احنا شرحنا قبل كده برضه في مقالات كتير وقلنا ان هم عندهم توتر دائم وقلق وعندهم مشاعر سلبية وعندهم مشاكل نفسية نتيجة انه مش قادر يتواصل مع المجتمع حوالين منه، او هو شايف ان المجتمع حوالين منه مش قادر يتواصل معاه ومش قادر يفهمه. وطبعا المشكلات دي كلها قلنا قبل كده برضه ان هي بتخلي الجهاز العصبي السمبثاوي بيشتغل بزيادة وبصفة مستمرة، وبيكون هو المهيمن على الجسم، مع ان المفروض العكس، ان الجهاز العصبي النظير السمبثاوي هو اللي يكون مهيمن. فطبعا احنا شرحنا الموضوع ده واتكلمت في مقالات كتير علشان اوضح للناس الحكاية دي. وطبعا بسبب هيمنة الجهاز العصبي السمبثاوي بيكون افراز هرمون الادرينالين بيكون افرازه كتير في الجسم، وبيسبب معاهم مشاكل كتير جدا. طبعا تقدروا ترجعوا للمقالات علشان بس الموضوع ده طويل، ودي مشكلة تعتبر سايكوسوماتيك معروفة، يعني عند ما نقدرش ننكرها، موجودة مع تقريبا يعني ممكن نقول كل أطفال التوحد. الموضوع بقى النهاردة مختلف خالص. طبعا في أعراض كتير مع أطفال التوحد يعني كلهم مشتركين فيها، وفي سلوكيات كتير يعني سلبية ومزعجة، وناس كتير مش فاهمة ايه الموضوع، يعني ايه السبب، وبيحاولوا يعدلوا السلوك وما بيلاقوش نتيجة او بيلاقوا نتيجة بطيئة. وفي ناس كتير بتكلمني بتقول احنا بقالنا سنين بنعمل جلسات وبنعمل كل حاجة ومفيش حاجة نافعة. طبعا آه، احنا بنشتغل مع التوحدي على اساس علم العقل، وملناش علاقة بالمأكول المشروب، ملناش علاقة بالأدوية. ولما بيجيلنا حالات أو بنشوف حالات يعني بتكلمنا عندهم مشاكل واضحة، زي مثلا الشحنات الكهربية الزيادة أو فرط الحركة الشديد، أو أي مشكلات، يعني احنا بنحس إن الأطفال دي محتاجة لتدخل دوائي، فطبعا بنوجههم وبنقول لهم لازم يروحوا الدكتور، ولازم إذا كان في علاج دوائي لازم ياخدوه، وما ينفعش إن هم ما ياخدوش. لكن موضوعنا النهارده احنا هنتكلم عن الاطفال اللي ما عندهاش مشاكل، يعني بتروح لطبيب وبيعمل فحص وبيعمل اشعه وبيعمل مقطعيه وبيعمل كل حاجه وبيقول ما فيش مشكله. والناس بتقول ان احنا بقالنا فتره طويله بندي ادويه وان الادويه بتجيب نتائج عكسيه والشكاوى اللي كلنا عارفينها. طبعا انا مش محتاجه ان انا اقول الكلام ده، لان الناس كلها عارفه كل الكلام اللي بيتقال. النهارده هنتكلم عن آه، مشكلة أو علم
هو مسبب رئيسي لكل المشكلات اللي ممكن تتخيلوها، او المشكلات اللي عند ولادكم وانتم مش حاسين ومش فاهمين ايه اسبابها. المشكلات دي سببها النوم. يعني ايه؟ النهارده هنتكلم عن علم اسمه علم طب النوم. ده علم موجود في كل دول العالم، وليه استشاريين وليه متخصصين وليه باحثين، وعلم كبير وطويل ومعقد. والنوم سبب رئيسي لمشكلات كتير قوي، هنقولها مع بعض وهنتكلم فيها وهنوضحها، بس بشكل سهل ولذيذ علشان كل الناس اللي بتسمع تقدر يعني تستوعب الموضوع. انا اسف اذا كان المسجل كان واقف او كان في مشكلة، ما كنتش عارف اذا كان مستمر ولا لا. آه، طيب انا هكمل. اول حاجة علشان نتكلم عن علم النوم، انا موضوعي النهاردة مش موضوع النوم وارتباطه بعلم العقل. يعني هو النهاردة الموضوع عن علم طب النوم، وهكلمكم طبيا. يعني اول حاجة لازم نعرفها يعني ايه مراحل دورة النوم. النوم يا جماعة 5 مراحل. المرحلة الأولى والتانية دي بيسموها مرحلة النوم الخفيف، والمرحلة التالتة والرابعة بيسموها مرحلة النوم العميق، والمرحلة الخامسة والأخيرة اسمها مرحلة نوم الأحلام. في مرحلة نوم الأحلام دي اللي هي آخر مرحلة وبعديها بنصحى على طول، دي بيسموها مرحلة رعشة العين أو رمش العين. ودايما لما بنلاحظ الأطفال أو أي حد نايم في المرحلة دي، في مرحلة نوم الأحلام، وكل ما بنبص على عينه ونلاقيها بترمش، ده معناه إن هو بيحلم. كويس. فكده احنا فهمنا دورة النوم عبارة عن 5 مراحل. زي ما قلنا الأولى والتانية نوم خفيف، التانية التالتة والرابعة نوم عميق، الخامسة والأخيرة نوم الأحلام. احنا كتير بنتكلم عن مرحلة النوم العميق، ان احنا بنشتغل فيها مع اطفال التوحد. وطبعا انا برضو قلت الكلام ده في مقالات كتير، لانها مرتبطة بعلم العقل، وعلى اساس ان العقل اللاواعي نشيط جدا في مرحلة النوم العميق، واحنا محتاجين ده عشان نعيد برمجة العقل. طب موضوعنا النهاردة، طيب خلينا في علم طب النوم، بلاش موضوع العقل نتكلم فيه عشان اتكلمنا فيه، ولو حابين ان احنا نتكلم فيه وضحولي في التعليقات وممكن نحكيه تاني. دلوقتي انا عايز اقول علامات مشاكل النوم مع اطفال، مع طفلك، او علامات اضطرابات النوم اللي بيطلقوا عليها يعني اضطرابات النوم. اول حاجة لو انت هتجيب ورقة وقلم كده وتكتب معايا العلامات دي علشان تعرف اذا كان طفلك ده عنده اضطرابات نوم ولا لا. اول حاجة طحن الاسنان. طحن الاسنان يعني ايه؟ يعني حكة الاسنان. تلاقي الطفل ده بيحك اسنانه وهو نايم. وممكن كمان علامات شخير. طبعا كلنا عارفين يعني ايه الطفل اللي بيشخر وهو نايم، يعني عنده مشاكل في التنفس او عنده توقف في التنفس اثناء النوم. كمان عنده مشاكل في الهضم، وكمان عنده امساك قد يكون مزمن، وعنده حموضة وانتفاخ في البطن، وعنده غازات. وكمان ممكن يبقى عنده إصابة بالفطريات والديدان بشكل مستمر. وكمان ممكن يكون عنده كسل شديد جدا وضعف في العضلات وارتخاء في عضلات الجسم،
زي العضلات الصغرى او العضلات الكبرى. لو العضلات الكبرى هتلاقيه بيمشي بطيء وحركته بطيئة، ودي اعراض موجودة عند اطفال توحد كتير وشفناها. او عنده ضعف في عضلات الصغرى اللي هي عضلات الايدين، اشهر حاجة الايدين يعني، وعضلات الفكين. وكمان ممكن يجي على شكل فرط حركة شديد جدا جدا جدا، ومفيش مبرر لكده، ومهما خد دواء ومهما عملنا معاه جلسات ما بيجيبش نتيجة. وممكن كمان يعمل قرح والتهابات في المعدة، قرح والتهابات في المعدة بشكل مستمر. وكمان الأطفال اللي عندهم اضطرابات في النوم وعندهم مشاكل في النوم، غالبا، مش كلهم لكن غالبا، بتلاقيهم بيفركوا القدمين أثناء النوم، بيحركوا القدمين أثناء النوم، حتى بيزقوا الغطا من عليهم. بتلاقيه مش نايم ثابت، او عمال يتقلب يمين وشمال ويجيب راسه مكان رجله او رجله مكان راسه او كده يعني. وكمان عندهم عدوانية، وفي كمان منهم بيعض كتير، سواء بيعض ايده او بيعض الغير. وفي كتير منهم برضه عندهم صراخ مستمر غير معلوم السبب. دي علامات اضطرابات النوم. لو عندك علامات من دي ومش لاقي لها حل، لازم تعرف ان ابنك او بنتك عندها اضطرابات في النوم. ايه حكاية بقى اضطرابات النوم دي؟ احنا شرحنا قبل كده واتكلمنا عن حاجة اسمها الساعة البيولوجية. الساعة البيولوجية دي موجودة في جسمنا، مهمتها انها بتغير جسمك كله من حالة الاستيقاظ لحالة النوم. بمعنى ايه؟ يعني الساعة البيولوجية دي هي اللي بتظبط جسمك فسيولوجيا عشان يدخل في مرحلة النوم، وهي دي مهمتها الرئيسية. لما بتتلخبط الساعة البيولوجية بسبب ان احنا ملخبطين مواعيد النوم، وشوية ننام بدري، شوية ما ننامش بدري، شوية ما ننامش خالص، شوية ننام بالنهار، شوية ننام بالليل، كل دي بتعمل لخبطة في الساعة البيولوجية. الساعة البيولوجية دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على انها زي ما قلنا كده، انها بتغير جسمك كله من حالة الاستيقاظ لحالة النوم. اللي بيحصل بقى لما حضرتك بتبتدي تنام، انا هشرح عليك انت عشان تبقى فاهم. بيبتدي هرمون بيتم افرازه، اسمه هرمون الميلاتونين. الهرمون ده بتفرزه غدة في الدماغ، في الجزء الخلفي اللي هو ورا العين. بتفرزه الغدة دي اسمها الغدة الصنوبرية. زمان ما كانوش عارفين الغدة دي بتعمل ايه، وظيفتها ايه. والجماعة الصينيين القدام والناس اللي بيتكلموا في علم الطاقة الحيوية، او بيقولوا، كانوا بيسموها يعني العين التالتة، او لحد النهاردة بيسموها العين التالتة. إيه حكاية العين التالتة دي؟ هما ليه ربطوها بالغدة دي بحكاية العين يعني العين معروفة ان هي ليها علاقة بالنظر يعني، او بالرؤية. فهو فعلا اكتشفوا علميا ان العين بتتأثر بالضوء، ولما بيختفي الضوء عن العين بتبتدي الغدة الصنوبرية تبتدي تفرز الهرمون ده اللي هو الميلاتونين. عشان كده اطلقوا على الهرمون ده هرمون الظلام او هرمون النوم. يعني الهرمون ده ما بيطلعش، ما بيتفرزش في الدماغ الا في حالة الظلام او في حالة النوم. طيب اذا احنا بقى ما نمناش كويس، الهرمون طبعا ما بيتفرزش. وطبعا لما تيجي تفكر فيها كده هتلاقي ان احنا كتير قوي بنلخبط في حكاية النوم دي ومواعيد النوم. فعلشان كده الغدة بيحصل فيها لخبطة، والساعة البيولوجية هي السبب طبعا، لأنها ما بتقدرش تخلي جسمك يتغير من حالة الاستيقاظ لحالة ايه، النوم.
طيب لما بتدخل بقى في حالة الظلام، تبتدي عينك ما تشوفش الضوء. ايه اللي بيحصل؟ الغدة الصنوبرية في المخ هي اللي بتفرز هرمون الميلاتونين زي ما اتفقنا. والهرمون ده بيرتفع تدريجيا خلال ساعات الليل. يعني كل ما بتنام، كل ما بتطول في ساعات الليل، كل ما بتوصل لأعلى درجات إفراز هرمون الميلاتونين. وده طبعا بيحصل، يعني العلماء قالوا إن هو بيحصل في ساعة الفجر اللي هي 3 أو 4 صباحا يعني. إيه أهمية بقى الهرمون ده؟ ربنا جعل الهرمون ده علشان ندخل في حالة نوم عميق. وهنقول النوم العميق ده بيعمل إيه بعد كده. طيب دلوقتي في سؤال مهم. لو الساعة البيولوجية دي مش مظبوطة، يعني حصل فيها لخبطة، دي طبعا موجودة مع كل أطفال التوحد. لما بيحصل لخبطة معناها إن هرمون الميلاتونين مش هيتم إفرازه، ومش هنوصل لمرحلة النوم العميق. يعني إيه؟ يعني إيه طفلك ما بيوصلش لمرحلة نوم عميق؟ إحنا اتفقنا إن الطفل لما بيصحى عنده أعراض زي مثلا صداع، آلام في البطن، أو كسل، أو اكتئاب، أو إمساك. كل ده بسبب الاختلال في الساعة البيولوجية، وسببه برضو اختلال في كمية الهرمون اللي بتفرزه الغدة الصنوبرية اللي احنا اتفقنا عليه. والهرمون ده بيلعب دور مهم جدا في نمو الأطفال أثناء النوم. وطبعا معروف علميا ان نمو الأطفال بيتم أثناء النوم. ومهم جدا كمان لنمو الذاكرة ونشاط العقل الواعي. وطبعا برضو مهم جدا، ده اللي اكتشفوه مؤخرا، مهم جدا لرفع حالة المناعة. طيب ايه كمان ممكن يعمله هرمون الميلاتونين اذا كان مش يعني بيتم افرازه بكمية مناسبة؟ ممكن كمان يسبب ضعف شديد جدا في اتخاذ القرارات وتشتت الانتباه. طبعا تشتت الانتباه اللي ملوش سبب، الغير مسبب. يعني احيانا في ناس كتير بتدي اولادهم ادوية لعلاج تشتت الانتباه وما بتلاقيش نتيجة، ومهما عملوا مفيش نتيجة، برضه الطفل مشتت الانتباه او مشوش. طبعا ده اكيد بيأثر على حالة التفكير. فهو طفل التوحد اصلا ما بيفكرش، يعني هو دايما دماغه مشوش ومشغول جدا. وحتى الناطق فيهم واللي بيقدر يعني ناخد منه حوار بيقول انا دايما دماغي مشغولة، ما بقدرش اسيطر على الافكار اللي في دماغي. دماغه مشغولة بايه؟ مشغولة باكتر حاجة هو متعود ان هو يمارسها في يومه. علشان كده دايما نقول التلفزيون يا جماعة، الناس اللي معودة اولادهم يقعدوا قدام التلفزيون على طول دماغهم مشوش بالمادة اللي هو بيتفرج عليها، سواء كرتون او اغاني اطفال او جيمز او اي حاجة من النوع ده. دايما دماغه مشغولة بالافكار دي، وعايش معاها وداخل جواها، وهو شايف نفسه جواها وعايش معاها. طبعا ده تشويش كبير قوي بيتم في عقله، فبالتالي هو مفصول خالص عن المجتمع حوالين منه. كمان احنا اتفقنا ان كمية الهرمون دي تعتمد على انك تنام صح، وتعتمد على ان الساعة البيولوجية تبقى ايه، تبقى مظبوطة. طب انا هظبط ده ازاي؟ في ناس بقى تبتدي تقول ما انا بخش انيم الولد وهو ما بينامش، ما بيرضاش ينام، او بيفضل طول الليل عمال يتشقلب وعمال يتنطط وعمال مزعج يعني، او عنده فرط نشاط ومش عارف انيمه، او طول الليل هو عمال ينام ويصحى وينام ويصحى. طب ما طبعا ده طبيعي، هو عنده الساعة البيولوجية متلخبطة. فاول حاجة لازم اعملها اني افضي الاوضة من الاجهزة. يعني ما نمش وانيم الطفل في الغرفة وفيها اجهزة زي موبايل، زي
تلاجة، زي كاسيت، زي كمبيوتر. الحاجات دي ممنوعة تفضيها خالص من الأوضة. وكمان التكييف برضو ممنوع، ويمكن أكتر حاجة بتضر التكييف، بس طبعا الناس كتير ما بتقدرش إن هي تشيل التكييف من الغرفة بسبب العوامل الجو عندهم يعني، أو درجة الحرارة عندهم. لكن مهم جدا إن أنا أفضي الأوضة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، مهم جدا ان انا احدد فترة للنوم، وابقى عارف ان الطفل ده هينام من الساعة كام للساعة كام. طيب عايزه ينام سريع وما يقعدش يشقلب ويتنطط ويعمل كده. احنا اتفقنا ان الغدة الصنوبرية بتفهم ازاي، بتفهم عن طريق ان احنا بنعمل حاجز للضوء او نمنع الضوء. فبالتالي اطفي الانوار كلها في الاوضة، وامنع الضوء خالص تماما في الاوضة، وهتلاقيه دخل في مرحلة النوم أسرع. ولو ما حصلتش من أول يوم هتحصل من تاني يوم، لو ما حصلتش من تاني يوم هتحصل من تالت يوم. كمان الساعة البيولوجية مهم جدا إنك تعرف إن الساعة البيولوجية دي بتتكيف مع نظام النوم خلال 3 أسابيع. يعني إيه؟ يعني ما تجيش تقول لي أنا ظبطت نومه بقالي أسبوع ورجع تاني عمل نفس الكلام يعني، او رجع تاني ما ينامش. ما هي لسه ما اتظبطتش، هي لازم بتقعد 3 اسابيع عشان تتظبط. وده طبعا مهم جدا. الناس اللي بتشتغل في بتغير يعني ورديات في العمل، بتشتغل فترة صباحية وبتشتغل فترة ليلية، او بتشتغل يعني من بالليل لغاية الصبح، وتقعد تشتغل اسبوع الصبح واسبوع بالليل وهكذا. طبعا دي بتعمل اضطرابات الساعة البيولوجية، وبتعمل اضطرابات في النوم. ودول الناس دول دايما بيبقى عندهم مشاكل صحية كتير جدا. اغلبها انه بيقوم مصدع، عنده الصداع، وعنده مشاكل في الهضم على طول. ممكن ضغطه عالي على طول. ممكن يكون عنده انتفاخ في البطن، في البطن يعني، او عنده غازات. وممكن يكون عندهم حموضة في جسمهم. طبعا الحموضة دي لما بيكون الجسم حمضي بيكون بيئة مناسبة جدا للإصابة بالفطريات والديدان. فطبعا علشان برضو لو الأطفال عندكم عندهم فطريات أو ديدان، أو عندهم الحموضة عالية في جسمهم، وده بنقدر نعرفه لما بنعمل تحليل بول كامل يعني، بنعرف نسبة الحموضة قد إيه. فأنسب حاجة إن أنت تديله المية وتحط عليها حاجة اسمها ماء الورد أو ماء الزهر. بتجيبها من عند العطار، وبتحط إذا كانت مركزة بتحط يا دوبك نقطتين على كل لتر مية أو 2 لتر مية. إذا كانت مش مركزة، عادية يعني مخففة، تقدر تحط في حدود 3 سنتي أو 4 سنتي على كل لتر مية. ماء الورد او ماء الزهر قلوي، وبيعادل الحموضة في المرحلة دي. وزمان احنا اتربينا على جدودنا اللي ما كانش عندهم العلم ده يعني والمعرفة دي. كانوا دايما بيربونا على ان احنا نشرب المية وعليها ماء الورد او ماء الزهر. وده اكتشفنا اخيرا ان هو كان شيء علمي وشيء كويس جدا. ان احنا بنعمل تعادل بين الحمض وبين القلوي في جسمنا. زي مثلا لما تديله زبادي يشرب لبن، مثلا اذا كان بيشرب لبن كتير، او بياكل قشطة او زبادي او منتجات الالبان، لازم تديله بعديها معلقة عسل. وده ما بيأثرش على تسوس الاسنان، او العكس يعني. مثلا لو بياكل عسل او حاجات مسكرة، اديله معلقة قشطة بعديها او معلقة زبادي بعديها في نفس الوقت. فهنا بيتعادل الحمض القلوي علشان خاطر ما يعملوش تسوس في الأسنان، وعشان خاطر يبقى صحي يعني، الموضوع صحي. دلوقتي احنا فهمنا ان الساعة البيولوجية بتحتاج 3 أسابيع عشان تتظبط، لكن لازم تمشي صح وما تلخبطش. طيب في حالة بقى ان الطفل ده بيصحى قبل ما ينام عدد الساعات النوم الكافية يعني، اللي بيحصل ايه؟ ان هو مثلا صحي في نص النوم، تمام؟ فلو بيصحى في نص النوم لازم تبقى فاهم ان ده ليه تأثير عليه.
هتلاقيه دايما عنده صداع، او مشوش التفكير، او مش عايز يسمع كلام حد يكلمه، مش طايق حد يكلمه. يعني الواحد لما بينام ويقوم في نص النوم، وخصوصا اذا كان هو في نوم عميق وقام فجأة، يعني صحي فجأة لأي سبب ما، سواء بقى يعني حد كان هو نايم بالنهار مثلا وحد جنبه بيصرخ، او الام طبعا طول النهار في البيت عماله تزعق وتصرخ في الاولاد، وعندها حاله عصبيه، فهو بتقطع عليه النوم العميق وبيصحى. ففي الحاله دي هو هيصحى بقى مكتئب. طبيعي جدا ان هيفضل قاعد لك لغايه اخر اليوم وهو عنده مشكله. تظهر عليه في السلوك بقى، تلاقيه مش طايق نفسه، مش طايق حد يلمسه. هيبقى عنيد جدا، كل ما تطلب منه حاجة مش هينفذ. و... ودي مهمة قوي للناس اللي هي بتشتكي من العناد. طيب، واحنا عايزين نقول حاجة مهمة قوي: إذا نام الطفل لازم ينام نوم صحي. النوم الصحي، فكرة التمن ساعات في اليوم دي اللي الناس بتقولها كتير، او 7 ساعات في اليوم، ده مش لازم. يعني النوم كله لازم يبقى، كله بيقول يعني لازم يبقى 8 ساعات او 7 ساعات. الكلام ده مش علمي خالص. النوم الصحي من 5 ساعات لغاية 10 ساعات. في ناس بتنام 5 ساعات بس، في ناس تنام 6 ساعات، في ناس تنام 7، في ناس تنام 10 ويبقى صحي. فاحنا بنقول الكلام ده ليه؟ علشان ممكن حد يقول لك لا ده بينام 10 ساعات ازاي، ده مش صحي، ده الكلام ده غلط. لا، الكلام ده مش غلط. مش كل الناس زي بعضها، ومش كل الأطفال زي بعضها. علشان ينام بقى النوم الصحي بتاعه، فرضا لو بينام 7 ساعات أو 8 ساعات، لو نام 4 بس وصحي في نص مرحلة النوم، هيبقى عنده المشكلة اللي احنا اتكلمنا عليها دي. طيب دلوقتي هو نام بقى وصحي في ميعاده، يعني أخد مرحلة النوم بتاعته كاملة وصحي. المرحلة اللي هي بعد الصحيان من النوم دي بنسميها مرحلة كسل النوم. كسل النوم ده ممكن يكون عنده فيه صداع، او برضه مشوش التفكير برضه، او ممكن تلاقيه صاحي من النوم مش طايق نفسه. زمان احنا عندنا في مصر كنا اتربينا واحنا صغيرين نصحى نلاقي البيت، الاب او الام يعني بيشغلوا راديو، بيسمعوا موسيقى هادية او برنامج لذيذ، بيتكلموا في حوار لذيذ، او بيقولوا حكم او مواعظ على الصبح. ولازم يوميا كنا نقوم ونتابع ونسمع الحلقات الجديدة دي بتاعت كل يوم. ده يا جماعة بيعمل حاجة مهمة جدا، انه بيضيع كسل النوم ده. وحتى علميا الجماعة العلماء بتوع طب النوم بيقولوا ان احنا علشان نضيع كسل النوم ده لازم نسمع موسيقى مثلا هادية، يعني حاجة كده هادية كده اول ما نصحى. طبعا احنا الكبار اول ما نصحى من النوم قبل ما نروح الشغل، يعني احنا بنفضل نسمع قرآن، نسمع موسيقى هادية، نسمع أدعية قبل ما ننزل من البيت. وده مهم قوي. احنا دلوقتي، احنا كنا زمان كنا بنعمل كده قبل ما بننزل من البيت. كنا واحنا اطفال كنا بنسمع لان الكبار بيسمعوا، فكنا متبرمجين على كده، وكنا بننزل كلنا نشاط وحيوية. النهاردة الوضع اتغير خالص. الأطفال حتى الطبيعيين تلاقيه صاحي، يعني مش عايز يصحى، مش عايز ينزل. طبعا ده في مرحلة الكسل. مش عايز يروح المدرسة، وطول ما هو ماشي في الطريق مش عايز، أو بيعيط يعني بيبكي، مش عايز، رافض يروح كده ولا كده، عايز يكمل نومه لأي أسباب بقى، هو رافض يعني. طب نعمل إيه؟ نرجع تاني، نسمع موسيقى هادية قبل ما ننزل من البيت. اللي بيحصل دلوقتي العكس. احنا بنسمع الموسيقى او بنسمع الاخبار، حتى الاخبار يعني ك ك يعني ككلام بطريقة هادية وكده، وفي ميوزك في النص، فبيعمل لنا برضه بيضيع الكسل ده. فاحنا بنعمل ده لما بننزل نسوق العربية. بنركب العربية ونشغل الراديو، نسمع موسيقى او نسمع قرآن على الصبح، او نسمع مثلا برنامج بيتكلموا الصبح في اي موضوع هادف، او نشرة اخبار او اي شيء من النوع ده. بيضيع الكسل، بس مش زي ما قبل ما ننزل من النوم نعمله.
قبل ما ننزل من البيت قصدي. الافضل ان احنا نسمع ده قبل ما ننزل من البيت، وقبل ما نركب العربية، وقبل ما ننزل الشارع. دي حاجة مهمة اختفت من بيوتنا كلنا، يعني تقريبا الأجيال القديمة كلها كانت بتعمل كده تقريبا، يعني في كل الدول حتى العربية، يعني أعتقد احنا عندنا في مصر كان كده. طيب ايه تاني ممكن نعمله؟ ممكن ناخد دش، او ما تنزلش الطفل من غير ما يغسل دماغه. يعني لازم تغسل دماغه، لازم المية تغرق دماغه وتغسلها كويس، ده يخليه فريش ويضيع كسل النوم ده، المرحلة دي. طيب آه، فاصل ونرجع نكمل تاني. احنا اتفقنا ان احنا علشان نوصل لنوم صحي لازم يتم افراز هرمون الميلاتونين بالدرجة المناسبة الصحية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا ما ننامش عدد ساعات قليلة، فكمية افراز الميلاتونين تكون اسرع من اللازم، لان احنا ما دخلناش في نوم عميق. يهمني جدا ان الطفل ينام نوم صحي، والنوم العميق ياخد مجراه. يعني لازم لما ينام لازم يوصل لمرحلة النوم العميق، ولازم يوصل لمرحلة الأحلام، ولازم يكون في مواعيد ثابتة بقدر الإمكان. لازم يكون في مواعيد ثابتة علشان عدد ساعات النوم هو جودة النوم، وهو جودة النوم اللي بتوصلنا لمرحلة النوم العميق. وده مش هيحصل إلا عن طريق إفراز هرمون الميلاتونين. وهرمون الميلاتونين مش هيتم إفرازه إلا بانتظام الساعة البيولوجية. يعني الساعة البيولوجية دي لو مش منتظمة مش هيتم إفراز هرمون الميلاتونين. تخيلوا، مش هيتم إفرازه. طبعا ده بيعمل لخبطة برضه في جهاز المناعة ولخبطة جهاز المناعة هنا مش معناه ان المناعة ضعيفة وبس. يعني في ناس فاهمة حكاية مناعة ضعيفة مناعة ضعيفة مناعة ضعيفة بس. لا، ده ممكن تكون المناعة فيها نشاط زايد وممكن تعمل مشاكل. يعني ضعف المناعة يعمل مشاكل، ونشاطها الزايد يعمل مشاكل. وعلم المناعة ده علم كبير وطويل شرحه يعني. في نقطة تانية مهمة برضه، ايه علاقة درجة الحرارة بالنوم؟ هنقول الموضوع ده علشان الناس تفهم هي السلوكيات الغلط اللي بنعملها، وبرضه بتأثر على إفراز هرمون الميلاتونين. كل ما بنتدرج في مراحل النوم كل ما الجسم بيصاحبه برودة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني درجة حرارة الجسم بتقل كل ما بنتدرج في النوم، علشان إفراز الهرمون ده رباني كده بيحتاج لبرودة في الجسم. وكل ما كان جسمك دافي كل ما قل افراز الهرمون، او كل ما كان جسمك دافي بيتم افرازه ببطء. وكل ما يكون افراز الهرمون بطيء كل ما بيبطأ حالة النوم العميق، حالة الوصول للنوم العميق. وده بيخليك تنام عدد ساعات اطول. مفهومة كده؟ يعني علشان الهرمون كمان يتم افرازه لازم يكون الجسم بارد. تمام؟ البرودة الطبيعية اللي ربنا خلقنا بيها، اللي بتتم في شكل طبيعي فطري او فسيولوجي، احنا لما بنلعب في ده بنلعب كمان في كمية افراز الهرمون. الانخفاض الشديد في درجة حرارة الغرفة بيسبب الوصول اسرع من اللازم للنوم العميق، وبالتالي بتصحى عندك خمول وآلام في جسمك. بالمصري احنا بنقول جسمي صاحي من النوم جسمي مكسر.
وممكن تقوم عندك صداع، وممكن تقوم مشوش في الرؤية، وعينيك مزغللة، ومش فايق، حاسس ان انت مش فايق، مش مركز. علشان كده النوم في التكييف احنا بنقول ان نوم ضار جدا، مش نوم صحي. لان التكييف انت بتلعب كده في درجة الحرارة، ولما بتتغطى قوي وتتدفى قوي برضو انت كده بتلعب في درجة الحرارة. طب احنا نعمل ايه؟ احنا لازم نمشي بشكل طبيعي، يعني لا نزود قوي يعني نتدفى قوي، ولا نقلل درجة الحرارة قوي. يعني في ناس تيجي في الصيف تعمل التكييف على 20 وتنام. طب ما ده مش هيوصلك للكمية الكافية اللي انت محتاجها من الهرمون، لان الكمية الكافية دي هي اللي بتأثر في جودة النوم نفسه وعدد ساعاته. وبالتالي كل ما كان النوم صحي وعدد ساعاته مظبوطة وكمية إفراز الهرمون كافية، كل ما جسمك بيسترخي ووظائف الجسم الحيوية كلها بتصحى، بتلاقي نفسك نشيط وتبدأ يومك بصحة أحسن. والنوم بقى ده ليه علاقة بنمو الأطفال والتحصيل الدراسي. يعني احنا اتفقنا ان نمو الأطفال بيتم في مراحل النوم. طيب إذا مراحل النوم دي مش مظبوطة نرجع ونعيد تاني. إذا الساعة البيولوجية مش مظبوطة، إذا الهرمون الميلاتونين ما بيطلعش أو بيتم إفرازه بشكل مش طبيعي أو أقل من اللازم، بيحصل خلل في منظومة نمو الأطفال، خصوصا الأطفال. لأن الأطفال تنمو المراحل الأولية، معروف إن هي تنمو المراحل الأولية وخاصة المراحل الذهنية في النوم، أثناء النوم. وكمان بيأثر على التحصيل الدراسي للأطفال الطبيعيين، فما بالك الأطفال بقى بتوعنا بتوع التوحد. آه كمان أهم حاجة، ما ننساش لازم نطلع كل الأجهزة الكهربائية من الغرفة، وخصوصا غرفة نوم الأطفال. وما ننساش إن احنا لما الأطفال تخش تنام في الأوضة نطفي النور تماما ونعزل الضوء، علشان العين ما تتأثرش بالضوء، وعلشان يدخلوا في مرحلة النوم أسرع. هنرجع تاني ونقول إن اضطرابات النوم هي سبب رئيسي للعدوانية، وسبب رئيسي للعض. في أطفال بتعض كتير، وفي أطفال بتقعد تقرص فيك وأنت قاعد كده. يعني دايما الأم تقولي ده عمال يقرص، عمال يقرص فيا، يقرص في إخواته. وفي أطفال كتير بتصرخ ما مش عارفين بيصرخوا ليه، أو عندهم حالة عصبية مش عارفين سببها. فرط الحركة والنشاط. اضطرابات النوم هي السبب الرئيسي في ان الاطفال دي عندها فرط حركة ونشاط. اظبط النوم واظبط الساعة البيولوجية، الاعراض دي كلها هتختفي. طبعا الكلام اللي انا بقوله لكم ده مش مجرد كلام. الكلام اللي انا بقوله لكم ده انا عشته في خلال السنين اللي فاتت كلها، سواء انا حكيته زي ما انا حكيته كده للامهات اللي بيتابعوا معانا العلاج، او ما حكيتوش بالشكل ده لكن حكيته في وسط البرامج، او انا حاولت اعمله في البرامج وهم ما كانوش واخدين بالهم. يعني النهارده انا بقوله، ولازم تحطوا ايديكم على الموضوع ده، ولازم تتغلبوا عليه، ولازم تبقوا عارفين الاعراض دي والسلوكيات دي سببها ايه. اذا ظبطتوا ده ان شاء الله باذن الله هتختفي كل الاعراض اللي انتوا بتتكلموا فيها دي. طبعا آه، ده برنامج رئيسي، برنامج عام، المفروض ان هو للطفل الطبيعي والطفل اللي عنده اضطرابات، صعوبات تعلم او بطيء تعلم او توحد او اي اضطراب تاني. وكمان للكبار كلنا، لو احنا ما ظبطناش الساعة البيولوجية هيبقى عندنا نفس المشاكل دي. لكن احنا ممكن ما يعني مش حاطين الكلام ده في دماغنا.
مش حاطينه في دماغنا ليه؟ لان احنا بنقوم عندنا الاعراض دي، بس بننزل بنخرج بنشتغل بنعمل حاجات كتير قوي بتطلعنا من المود ده وبتخرجنا من المود ده. او في حاجات كتير في حياتنا بتحسن حالتنا النفسية او بتدينا مشاعر ايجابية، فاحنا المود ده بنخرج منه. لكن الاطفال دي ما عندهمش الكلام ده. هو ما اصلا صعب ان هو يحس بمشاعر ايجابية، انت مش عارف تعامله ازاي اصلا. ده هما كل ما بيكبروا وكل ما الموضوع بيتعقد معاهم، يعني كل ما سنه بيكبر وكل ما هو بيتأكد وبيبقى عنده يقين ان الناس اللي حوالين مني دي مش قادرة تتواصل معايا ومش قادرة تفهمني، كل ما بتزيد مشاكله النفسية وكل ما بيبقى عرضة للتوتر والقلق على طول. وكل ده بيؤدي في الاخر لايه؟ لاضطرابات في النوم. وقلنا اضطرابات النوم بتعمل ايه وقلنا علاماتها. اتمنى ان انا اكون النهارده فدتكم، ولو استفدتوا اسالكم الدعاء يعني. شكرا، السلام عليكم.